بعيدا عن ضوضاء الحياة العامة وتحديدا في بادية الديوانية، اكتشف خبراء عراقيون مغارة تعود إلى مئات السنين دخلوها بمرافقة كامل الرشيد من أجل استكشاف ما بداخلها. الطوبة اللي موجودة هنا تأثر على الحجر الكلسي اللي موجود هنا هاي المنطقة، فتنطي بعض السواد. هاي المغارة هي من ضمن الظواهر الكارثية الموجودة بالمنطقة. المغارة تقريبا مضى على تكوينها مئات السنين، تكونت عن طريق التجوية الكيميائية، تكونت خلال فترة العصر الرباعي ولحد الآن ما زالت هي في طور التكوين والإذابة. أهلنا يسولفون عنها وأهلهم يسولفون إلهم. بذاك الزمان يقولون نطب عليها ها أخوي وناخذ حبل ويانا وخاف نمشي نتيه ببسطها إلى حيث نطب لغاد، يقول نلجي ماي نازل من فوق ونازل جوا. وصلنا إلى نقطة لم يصل إليها أحد من قبل، حتى فوجئنا بهجوم كبير من قبل خفافيش المغارة، إضافة إلى انتهاء كمية الأكسجين. طبعا الآن احنا بنص المغارة، وصلنا مرحلة جدا عميقة بداخل المغارة. خفافيش كثيرة، طبعا هاجمتنا الخفافيش الكثيرة داخل المغارة. الأكسجين أيضا قل الأكسجين عندنا بسبب العمق الموجود. يشوفون خفافيش وراي الآن هجمت علينا بسبب دخولنا للمغارة داخل المغارة. توقعات من قبل الخبراء بوجود مفاجآت داخل هذه المغارة التي تحتاج إلى اهتمام كامل لجعلها منطقة استثمارية وسياحية. أعتقد أن تكون بحيرة أو يعني بركة ماء بالداخل، وإذا كانت بركة ماء فبالتأكيد بها أحياء، وهذه الأحياء لازم نشوفها هل هي يعني عمياء ولا لابد أن نشوف شنو خصوصيتها. لابد أن تكون قبلة إلى الجيولوجيين العراقيين والجيومورفولوجيين. نأمل من الجهات المسؤولة بالمحافظة، من الجهات الحكومة المحلية، بالاهتمام بمثل هذه المناطق خصوصا هاي المغارة. اكتشاف لا يحتاج إلى إدراجه في تقارير المكتشفين فقط، بل يبحث عن من يستثمره من أجل إحيائه وجعله منطقة سياحية تحيي من حولها. لقناة الرشيد الفضائية، زيد الفتلاوي، الديوانية.